السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اللي كيشوف القناة ديالي أول مرة ما ينساش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلك كل يوم فيديو جديد من عندي. القصة ديال اليوم غادي تكون قصة للعبرة وليس للفرجة. قصة من مدينة القنيطرة، واحد الفتاة الاسم ديالها مريم اللي غادي تتبع الطريق ديال الحرام، ولكن ما غاديش تكون الطريق اللي هي طويلة. نبداو في القصة. غادي نعرفكم على الحياة ديال مريم وكيفاش عاشت الطفولة ديالها. الحياة ديال الأم والأب ديال مريم كانوا زوج ديال الأزواج اللي دايما في المشاكل صباح وعشية، ضرب من الطرفين. ولكن كانوا هاد الأزواج تزوجوا عن حب وتزوجوا في واحد السن اللي هو صغير بزاف. الاب كان مازال باغي يعيش المراهقه نتاعو، كان مازال باغي يتعرف على بنات وكان باغي الزهو والنشاط كي خلاوها المصريين كان نسوانجي. علاش كانوا دايما في المشاكل الليل والصباح؟ هاد الشيء اللي غادي يخلي الزوجه ديالو تطلب الطلاق، ولكن للاسف غادي تلقى راسها انها حامله من هاد الشخص. ما غاديش يعني تواجهه بانها باغيه تطلق، غادي تتخلى على هذه الفكره تماما. وقالت في نفسها ملي غادي نولد يقدر هذا الراجل يتبدل واحد شويه، ملي غادي تزاد عنده شي بنيته ولا وليد يقدر انه ما يبقاش يسهر في الليل وانه يتخلى على ديك الطريق اللي متبعها. هنا غادي تزاد عندهم مريم اللي غادي تزاد في سنة 1991. ملي غادي تزاد مريم مشاكل هما واللي كانت يعني ناوية الأم نتاع مريم موقع منه والو. الراجل هو ما تبدلش نهائيا، وخا غادي تزاد عنده البنيته الراجل دايما على برا والقصاري ما معبرهمش نهائيا. هنا مريم والأم ديالها دايما غادية غضبانة عند والدها للدار البيضاء. مريم غادي تعيش واحد الحياة اللي مشتة كل مرة في قنت. ملي غادي تدير 4 سنين في عمرها الأم والأب ديال مريم غادي يطلقوا، صافي ما بقاوش مفاهمين، كل واحد كيجبد لجهته. هنا الأم نتاعها الأصل ديالها من كازا، غادي تهز بنتها وترجع بها للدار البيضاء عند الوالدين ديالها والأم. الأم نتاع مريم كانوا عندها خوالاتها بنات وحتى وحدة فيهم ما كانت مزوجة، ومريم كانت هي أول حفيدة عندهم. هنا غادي تعيش واحد العيشة اللي هي مفشة، كل واحد من كيهزها، كل واحد من كيتهلا فيها، كل واحد شنو كيعطيها، والمعاملة كانت كيعاملوها مزيان ومفشينها فوق القياس. يعني كانوا معوضينها الحنان ديال الاب وفاته يعني فوق الزياده. يعني مريم غادي تربى واحد التربيه على يد خوالاتها، كل وحده والتربيه ديالها. يعني شي كيشرق شي كيغرب، حتى شي حاجه ما غادي تشد فيها نهائيا. هنا غادي مريم طلع ما كتعرفش شنو هي التربيه. واحد يضرب الاخر يغوت علاش ضربها، واحد يفششها الاخر لا راك مفششها فوق الزياده. يعني كل واحد كيجبد للجهه ديالو. هنا غادي تكبر ما عارفاش اش من جهه غادي تتبع، شكون الغلط وشكون اللي عنده الصح. وحتى الاب نتاعها ملي كان يعني كيجي عندها كيديها كان فششها حتى هو فوق القياس. كانت اللي بغاتها كيشريها ليها، اللي حلت عليها فمها كانت كتحضر. مريم عاشت الرفاهيه، واخا العائله ديالها كانوا على قد الحال ديالهم، يعني الاب والام ديالها كانوا واحد الناس اللي يعني بسطاء، ماشي ناس اللي لاباس عليهم. ولكن هاد الشيء هذا غادي يخلي مريم تعيش واحد العيشه اللي مفشه اكثر من اللازم. غادي تبقى هكا على هاد الحاله حتى غادي تدخل المدرسه. ولكن مريم ملي غادي تدخل المدرسه غادي تكون يعني القرايه ديالها يعني واحد القرايه اللي متوسطه، كانت دائما كتجيب واحد النقط اللي هي ناقصه بزاف. كانت يعني ما منضبطاش في القرايه ديالها، كانت يعني فتاه غير مجتهده. غادي تبقى على هاد الحاله هكا حتى توصل الاولى باك. كانوا في الصباح ملي يعني كيمشيو كيفيقوها الام ديالها ولا خوالاتها ما كانتش كتبغي تفيق نهائيا،
وإلا فاقت كتفيق بالصداع والغوات، وكانت ما كتبغيش تمشي تقرا. عيات الام ديالها: كمله بنتي قرايتك، كدي غير الباك باش تقدري تلقاي واحد الخدمه اللي هي سهله. هنا مريم ما غاديش توافق نهائيا، وكانت كتقصر حتى لواحد الوقت على الافلام والمسلسلات، وكانت يعني مبليه بالمكياج وداك اللباس الغير المحتشم، وهي كان في عمرها بداك الوقت غير 15 عام. هنا صافي القرايه ما بقاتش يعني كتبغي تمشي لها نهائيا، وكانت يعني كتعيا فيها الام ديالها. القرايه هي اللي غادي تدوم لك، هي اللي غادي تلقاي بها واحد الطرف ديال الخبز، هي اللي غادي تعيشك. هنا مريم قالت للام ديالها: انا اصلا القرايه ما داخلاش ليا راسي نهائيا، وما غاديش نمشي نقرا. كنمشي غير كنضيع الوقت ديالي مع صحاباتي، ويعني ما كنقراش. من الاحسن يعني خليني في الدار حداك. هنا الام عيات في مريم، وتقول واش بغات تسمع الهضره ديال الام ديالها، ولا عجبها غير النعاس وتقصر على التلفازه حتى لواحد الوقت. صافي هذاك الشيء اللي كانت كتقلب عليه لقاتو: النعاس والماكله والتلفازه. هذا هو الروتين نتاعها يوميا. هنا الام نتاعها بالطبع ما غاديش يعجبها الحال، وكتشوف يعني في بنتها كتضيع قدام عينيها نهار على نهار. مشات عندها وتكلمت معها وقالت لها: اسمع بنتي، هاد الشيء ما عجبنيش، النهار كامل في التلفازة والنعاس، غادي نقلب لك على شي صنعة باش تبقاي هكا، لا قرايه لا صنعة لا خدمة، غادي ندخلك تعلمي الخياطة ولا الصنعة باش ما تبقايش هكا طول النهار وانتي على نفس الروتين. هنا مريم غادي تغوت على الام ديالها وقالت لها: ابدا، واش انا نمشي نتعلم الخياطه؟ هنا الام نتاع مريم قالت لها: غادي ندخلك المدرسه ديال الحلاقه الا ما بغيتيش الخياطه. مريم ملي سمعت انها الام ديالها قالت لها غادي ندخلك المدرسه ديال الحلاقه طارت بالفرحه. وكانت الحلاقه يعني كما قلت لكم كانت مبليه بالتجميل والمكياج، يعني كل مره شنو كدير. ملي قالت لها الام ديالها هذا الشيء، يعني صافي البنت كما قلت لكم طارت بالفرحه. قالت لها: ولكن انا ما بغيتش يعني الحلاقه، بغيت شي مدرسه تكون ديال التجميل. قالت لها الام ديالها: واخا، غادي تمشي هي والام نتاعها يقلبوا على شي مدرسه ديال التجميل، حتى غادي يلقاو واحد المدرسه اللي غادي تعجبهم، وحتى الخلاص ما غاديش يكون شي خلاص اللي هو كبير، يعني شي خلاص اللي هو غالي، غادي يكون مناسب ليهم، والتكوين غادي يكون تاع عام، والثمن تقريبا ما بين 700 حتى ل 800 درهم في الشهر. مريم فرحت بزاف وقالت للام ديالها: هاد الشيء اللي كنت باغياه وكان الحلم نتاعي. مريم كانت مبليه بزاف بالمكياج والظفار والزواق، يعني اي حاجه كتخص التجميل مريم غادي يعجبها الحال. وهنا غادي تعلم يعني لقات الراس، يعني لقات راسها في المجال ديال التجميل. هنا مريم قبل ما يكمل العام كانت تعلمت مزيان وكتر، واكثر حاجه اللي تعلمتها مريم مزيان هي الماساج، وواحد الشهاده ديال الاساتذه نتاعها كانوا دائما يعني كيمدحوا فيها وكيشكروها، حيت كانت كتقن الخدمه ديال الماساج. ان مريم غادي يعجبها الحال بزاف، وغادي تمشي دير واحد فورماسيون في واحد يعني في واحد ليكول نتاع الماساج، حتى غادي تشد الدبلوم نتاعها وغادي تخرج. هنا ملي غادي تخرج مريم بقات كتقلب على واحد الخدمه في الدار البيضاء. تما راكو عارفين الدار البيضاء كبيره وفيها بزاف ديال الصالونات. بقات كتقلب حتى لقات خدمه في واحد الصالون، يعني مشات عند مولات الصالون، هضرت معاها، قالت لها: هانتيا غادي تدخليني نخدم وغادي تجربوني في الاول، ما غاديش تخلصوني، اذا كانت عجبكم الخدمه تاعي عاد خلصوني. مولات الصالون ملي قالت لها مريم هذا الكلام قالت لها: بسم الله نتوكلوا على الله، غادي نجربوك، ولا عجبتني خدمتك مرحبا. مريم غادي توافق وغادي تبدا معها الخدمه في ديك الساعه. والخدمه نتاع مريم غاديه هي هذيك، ومولات الشيء عجباتها الخدمه نتاع مريم.
هنا مولات الصالون يعني ولا دخلت للصالون ولات كدير المكياج والشعر والظفار كل شيء متقون. هو هذاك مولات الصالون عجبها الحال بزاف، وحتى الكليان كانوا كيمدحوا مريم بزاف، كانوا كيقولوا لها عندها الخدمه متقونه. ولكن اكثر حاجه اللي كانت كتقنها مريم هو المساج. ما غاديش تطول في داك الصالون لانه يعني ما كانش كيخلصها مزيان، كان واحد الثمن اللي هو قليل، كان كيخلصها تقريبا 1500 درهم في الشهر. اما يعني الكليان كانوا قلال، وحتى يعني واحد التدويره ولا الحلاوه كانت في حدود، الا دور معاها شي شخص يعني قليل، يعني ماشي بزاف. هنا مريم غادي تخرج تقلب على خدمه واحده اخرى، لان الصديقات نتاعها يعني في داك العمل شكروها، قالوا لها انت عندك الخدمه ديال المساج، ويعني هذه الخدمه هذه مطلوبه، وهنا راهم كاينين الصالونات يعني غادي تمشي يعني تقلبي على صالونات كبار اللي معروفين وخدامين بواحد يعني بواحد الكميه اللي ما كانش الوقت حتى باش تحكي راسك. هنا ملي شافت البنات يعني مدحوها وقالها الخدمه ديالك متقونه، غادي تمشي تبقى كتقلب في الصالونات، وغادي تلقى يعني واحد الصالون اللي هو صالون كبير وكيجيو عندهم غير الكليان اللي لاباس عليهم، والكليان يعني الكليان يعني بواحد الكثره. هنا مريم غادي ملي سمعت الهضره نتاعهم صافي بقات يعني خرجت كتقلب على شي خدمه، كتقول لهم غير جربوا خدمتي غادي تعجبكم وبزاف. غادي تلقى واحد الصالون اللي كبير، ويعني كيجيو فيه الكليان اللي كما قلت لكم لاباس عليهم. هنا مريم غادي تبدي معاهم الخدمه، وغادي يجربوها في الاول، يعني الخدمه ديالها كي غادي تجيهم غادي تعجبهم الخدمه ديالها وغادي تعجبهم بزاف. مريم هنا غادي تتفق معاهم، غادي يعني تبقى خدامه، وغادي تبقى كتمشي تبات عند الجده ديالها فين كاينه الام نتاعها. هنا في هاد اللحظات مريم غادي تلاقى مع واحد الشاب اللي غادي يتعرف عليها. هاد الشاب هذا كان من كندا، وكابر في كندا، ومزيود في كندا، والعائله ديالو كلهم في كندا. وهو كان شد دبلوم يعني ديال الهندسه وجا للمغرب باش يخدم فيه، لان لقى واحد الخدمه اللي عجباتو بزاف مع واحد الشركه، وحتى الثمن كان عاجبو بزاف لانه واحد الثمن اللي زوين. هاد الشاب كانت عنده واحد البارتما في الدار البيضاء. هنا مريم غير شافتو عجبها و ويعني كانت عنده واحد الطوموبيل اللي هي زوينة، وكان واحد الشاب اللي هو زوين في وجهه، وكانت يعني ايضا عنده واحد يعني واحد الجسمانية تاع الرياضيين. هنا مريم عجبها بزاف ملي شافت داك الشخص، وباين فيه ولد الناس ومعقول، ما ناويش يضحك عليها، كان ناوي الحلال لانه اول ما شاف مريم كان باغيها من قلبه. مريم غادي تبقى تلاقى هي وياه وغادي يتعارفوا، غادي تبقى كل يوم كتخرج معاه، وحتى هو ما كانش يعني واحد الشخص اللي بخيل معاها. اي حاجه طلبتها ولا بغاتها مريم كيحضرها لها في الحين، كيما بغات تكون دايره هاد الحاجه واخا غاليه ما كيهموش، المهم كيحضرها لها. مريم كان عاجبها الحال لانه ولا كيصرف عليها، كيسر يعني كيشري لها الكسوه والاكسسوارات واي حاجه بغاتها، يعني قبل ما تنطقها هي كيكون حضرها لها كيما بغات تكون كيما قلت لكم، سواء غاليه ولا رخيصه بدون ما يتردد. حتى بالفلوس تاع الطاكسي اللي كانت كتشد باش كتمشي للخدمه يعني هو اللي كان مكلف بها، كان هو اللي كيخلصها. مريم بقات معاه وبقات خدامه ايضا في الخدمه ديالها، راه ما سمحتش في الصالون. كان عند يعني كان عندها واحد النهار في السيمانه كانت كتشدو راحه يعني كترتاح فيه. كانت مريم هاد النهار هذا كتمشي عنده البارطما وكدوز داك اليوم معاه، لان الشاب كان عايش راسو كما قلت لكم، ما كانش عنده العائله يعني نهائيا في المغرب. مريم بقات خدامة في الصالون لأنه كان فيه واحد الفلوس اللي هي صحيحة، وكانوا الكليان اللي دارت له المساج كان كيتهلا فيها،
وكانوا كيطلبوها غير هي اللي دير لهم المساج، حيت كانت محترفه في هذا المجال تاع المساج. هنا مريم غادي الفلوس تبقى تبان عليها ويبان عليها باللي الحركه عندها ميسره، غادي تبقى تهلا في الام نتاعها وما نساتش يعني حتى خوالاتها اللي كانوا يتهلاو فيها. المهم مريم ولات بخير وعلى خير. هنا مريم واخا يعني تيسرت عندها الامور ما سمحتش في داك العشيق نتاعها، بقات معاه واحد المده. مريم غادي تبقى على هاد الحاله حتى في يوم من الايام غادي تجي واحد السيده للصالون اللي خدامه فيه. هاد السيده تقريبا كانت عندها دوك الجوايه 40 عام. كانت كتجي مرة في السيمانة للصالون وكانت كليانة اللي دايمة، وكانت عندها واحد البنت اخرى هي اللي كدير ليها المساج، هي اللي مكلفة بها، ما كتبغيش شي وحدة نهائيا. واحد النهار جات هاد الكليانة باش دير المساج، ولكن للاسف ما غاديش تلقى البنت اللي موالفة كدير ليها المساج. صافي السيده بغات تمشي، قالت لهم مره اخرى ان شاء الله ونجي. هنا مريم مشات عندها قالت لها انا غادي ندير لك المساج وكوني متاكده المساج نتاعي ما كانش لي مشكروش غادي يعجبك. هنا السيده ملي شافت مريم اصرات انها دير لها المساج، وافقت وعجبها الحال، والمساج نتاع مريم عجبها بزاف. السيده ولات كتجي للصالون، ما بقاتش كتسول على ديك البنت اللي كانت كتطلبها، وما بقاش كتسول فيها نهائيا. هنايا غي ولات كطلب غي مريم. هاد السيده كانت كل ما كتكون مريم كدير ليها المساج كيجبدوا يعني بعض المواضيع هي وياها وكيبقاو يهضروا، حتى لواحد النهار هذيك السيده غادي تقول لمريم هاد الصالون كيجيو غير نساء والخلاص نتاعو اللي هو قليل، بغض النظر بانك انت عندك واحد الخدمه اللي هي متقونه واي بلاصه تبغي تخدمك فيها. قالت لها واش تبغي ندبر لك واحد الخدمه اللي غادي تشدي الاضعاف مضاعفه اللي كتشديهم دابا في هذا الصالون. هنا مريم ملي سمعت هاد الهضره هادي عجبها الحال، قالت ليها نخدم فين ما كان غير يكون الخلاص مزيان، ما عندي حتى شي مشكل. هنا السيده غادي تشد الرقم نتاع مريم وغادي تقول لها انا غادي نتصل بك ونتلاقاو في واحد البلاص من غير هاد الصالون. خاصك تخلي التليفون ديالك شاعل وما خاصكيش يعني تغفلي عليه، يقدر في اي لحظه نتصل بك، كوني واجده. السيده سالت المساج نتاعها وخدات الرقم ومشات بحالها. هاد السيده واخا كانت في الاربعينات ما كانتش باينه عليها نهائيا انها عندها 40 سنه، يعني واحد السيده اللي كتهلا في راسها مزيان وكانت ديما المساج وديما المكياج ديما الشعر مشوط، كانت يعني واحد المراه اللي هي مهليه في راسها مزيان. هي غادي يعني تبقى في الخدمه ديالها عادي، حتى لواحد النهار غادي تلغى ليها السيده وتقول لها اجي عندي اللوطيل الفلاني دابا بلا ما تعطلي. مريم غير سمعت هكا طلبت الإذن من مولة الصالون اللي هي خدامة فيه ومشات طايرة عند السيدة. مريم ملي وصلت للبلاصة غادي تلقى راسها في واحد لوطيل 5 إيطوال، اوطيل اللي فخم. السيدة قالت ليها بغيتي تخدمي الخدمة كاينة في هاد لوطيل، ولكن نبغي عقلك يكون صغير واي حاجة طلبات منك خاصك ديريها بدون ما تردي ولا تسولي. هنا يعني غادي نوعدك انك غادي تشدي واحد الفلوس اللي هي كتيره ماشي بحال الفلوس اللي في الصالون. مريم قالت ليها اللي قلتيها لي غادي نديرها، كونك هانيه غير قولي لي فوقاش ندير الخدمه وانا معك. السيده قالت لها الا بغيتي تخدمي من غدوه بداي. مريم هنا غادي تطلب منها وقالت لها الا جات على خاطرك خليه حتى الاول ديال الشهر ونبدي معكم، يكون كمل الشهر اللي انا خدامه فيه في هذا الصالون باش مولات الصالون تخلصني. هنا السيده غادي توافق على الهضره اللي قالت ليها مريم، قالت ليها ماشي مشكل في اول الشهر اجي بدي الخدمه. فعلا مريم كملات خدمتها وتخلصت يعني في داك الشهر اللي خدمت، ومشات عند السيده اللوطيل. ويعني اول ما غادي
يتلاقاو، غادي تلاقيها مع واحد السيد اللي مكلف بالماساج ومسؤول على داك الشيء اللي يعني في لوطيل، وغادي تتفاهم هي وياها على الثمن. غادي تبقى تدي من الشهر للشهر، غادي تعطيها واحد الملابس اللي غادي تبقى كتلبسهم في لوطيل. ما غاديش تبقى تلبس ديك الطابليه نتاع الكوافوره اللي كانت كتلبسها في الصالون. غادي تعطيها واحد الملابس اللي غادي تبقى مريم يعني كتلبسهم، واحد الملابس اللي غير محتشمة، واحد الملابس اللي هي قصيرة، تبقى تلبس واحد يعني واحد لاجيب اللي فوق الركبة. غادي تبقى تلبس ايضا يعني الباسات اللي هما قصار. الطابلية اللي كانت بها في الصالون ما غاديش تبقى نهائيا، غادي تبقى تلبس واحد الملابس اللي هما شوية مثيرين يعني مقزبين. هنا مريم غادي تدخل لواحد العالم اللي هو واحد اخر، غادي تبقى تشوف شي حوايج اللي ما عمرو ما شافتهم. غادي يعني تلاقى مع بنات وناس اللي ماشي هما هادوك. وهنا مريم غادي تبلى وغادي تبقى كتكمي بالتخبيه بالاخبار الام نتاعها، ويعني ايضا وحتى السيد اللي كيبغيها غادي تبقى كتخبي عليه. غادي تبقى كتخدم في لوطيل، وغادي تولي كدير المساج لبزاف نتاع الناس من الجنسيات اللي هما مختلفة، الجنسيات اللي فيهم عرب وكاين اللي يعني اجانب. كاين اللي كان كيجي يدير غير المساج، وكاين منهم اللي كان يعني متبع واحد الطريق اللي هو اخرى المساج وحاجة اخرى. مريم كان عندها عادي هادشي، كان عندها ما كان عندها حتى شي مشكل، هي كانت باغيه غير الفلوس وخاص بسطامها يكون عامر. بقات كتعرف على السواعدة وعلى الاماراتيين وعلى الكوار، واللي تلاقات معاه بقات كتدي الارقام ديالهم وكتسجلهم عندها في التليفون. هنا مريم غادي تبقى على هاد الحالة لمدة ديال عامين تقريبا، ولكن كانت باقية مع داك الولد اللي جا من كندا وكان كيحماق عليها. هو كان اصلا باغي هاد الزواج وباغي يديها معاه لكندا. مريم ما كانش كتبغيه، كانت غير يعني كتستغلو، كانت يعني كتدي من يعني منه الفلوس، كانت كتلغى له باش يوصلها، ولا كانت باغيه شي روشارج ديال التليفون كانت كتقول له صيفط لي. المهم كانت مستغلاه ماديا فقط. بقات معاه على هذا الحال. كان عندها يعني نهار في الاسبوع كانت كتمشي عنده، والنهارات الاخرين الله اعلم فين كانت كتمشي. كان دائما على اتصال هو وياها، كيسول فينك، كتقول له انا في الخدمه، كيقول لها فين كنتي، كتقول له انا كنت في الخدمه. فين غاديه للخدمه. المهم فوق ما كان كيتصل بها كتقول له انا في الخدمه، ولكن هي بالعكس ما كانت كتخلي حتى قلت. وكانت يعني تعرفت على بعض البنات اللي غادي نسميهم رفقاء السوء، ولات عايشه واحد العيشه ما تماش. واحد النهار كانت معاه في الدار، غادي تنوض تدوش وغادي تخلي التليفون ديالها مشعول، ما غاديش تطفيه وغادي تخليه في البيت. هنا في هاد اللحظه السيد اللي كان معها يعني العاشق ديالها غادي يجيه الفضول باش يشوف واش يعني كتهضر مع شي شخص اخر، لانه كما قلت لكم ما كيشوفش فيها واحد العاشقه هو باغيها للزواج. هنا غادي يتصدم، غادي يلقى شله نوامر، شله ميساجات. السيد يعني بقى حال فمو، لقى شي حوايج اللي صدموه. يعني ناس ونوامر من جميع أنحاء العالم، منهم العرب منهم الأجانب. السيد بقى جالس واستناها يعني حتى خرجت من الدوش ووجهها بداك الشيء اللي شاف. قالها شنو هاد الشيء؟ هي بقات كتغوت وكتضرب وكتقول له علاش تهز تليفوني، اصلا ما عندكش الحق علاش تقلب. المهم بقات كدابز وكتغوت. كما قلت لكم السيد كان ولد الناس، ما بغاش انه يعني يأذيها، بقى غير كيغوت وكيضرب هو وياها غير باليدين. هنا هو كيضرب وهي كتضرب، يعني غير باليدين ماشي شي ضرب اللي هو يعني او يعني عنف. السيد صافي يعني تعصب، بقى كيبكي غادي يحماق. يعني قال لها انا كنت ناويك للزواج وكنت ناوي نديك معايا لكندا، كان ناوي معاها واحد الحوايج اللي
اللي هي يعني كانت ناوية أنه غير غادي يحسبها غير عشيقة ديالو، ولكن هو بالعكس كان باغيها كزوجة. هنا ملي غادي تمشي للدار ديالها غادي يتنادم معاها الحال، غادي تهز التليفون ديالها باش تصونيلو. هنا غادي تلقى بانه بلوكاها من النمره، عيات ما كتصوني والو. مشات لعندو حتى للدار، لقاتو ما كانش. حتى يعني واحد النهار غادي تلقى واحد السيد يعني في الباب ديال العماره، كاري حتى هو في نفس يعني العماره اللي شاري فيها السيد البارتما. قال لها السيد مشى عند عائلته لكندا. هنا في هذه اللحظه عينيها يعني غادي يدمعوا، ما تصدمات، يعني كانت ناويه غادي تزوج من هاد يعني السيد وغادي يديها لكندا، واخا هي ما كتبغيش، كانت غير كتستغلو. يعني كان عندها واحد الامل انه غادي يجي واحد النهار وغادي تبدل الحياه نتاعها. لقات راسها توالفت به، يعني صافي بقات يعني مقطوعه من هاد السيد هذا، كان كيتهلا فيها ولكن هي كانت كتستغلو. هنا غادي تلقى راسها غير راسها، صافي يعني كانت من كتحتاجو كتلقاه، سواء فلوس ولا كيوصلها. هنا مريم غادي ترجع للخدمه ديالها اللي صافي طلعت ليها فراسها، ولات كتهرب منها كل مره بعد مره. كتقول لهم انا مريضه، مره انا عيانه، يعني كل مره شنو كتقول لهم. واحد النهار غادي تصوني عليها السيده اللي دبرت لها الخدمه في الاول، غادي تقول لها الا باغيه تخدمي غادي تبقاي تجي في الوقت، ما بغيتيش راه كاين اللي باغي يخدم وكتحلم بهاد الخدمه اللي انت فيها. هنا مريم غادي تولي للخدمه ديالها وتولي لداكشي اللي كانت كدير واخا حرام. ولا عندها الفلوس وكبرت كرشها، ولات كتبغي الزياده، ولات كتمشي تشري شي حوايج اللي هما غاليين وماركات، من كياسي كان غاليين، من كياس بابط غاليين، يعني حتى حاجه من لي مارك اللي كانت مشتهياها ما خلاتها في خاطرها. يعني شرات شي حوايج اللي هما لا يعقل. هاد الخدمه هادي هنا هاد السيده هادي واحد النهار غادي تقترح، غادي تجي عندها وتقول لها شوفي، عندي لك واحد الخدمه اللي غادي تعجبك، وهاد الخدمه اللي في المغرب، وهاد الفلوس اللي كلها جمعتيها انت غير ربع هاد الشيء غادي تجمعيه كتر في نهار واحد. هنا ملي سمعتها يعني مريم قالت لها يعني صافي، يعني عجبها الحال بزاف، ومشات عند امها. قالت لها يعني راني تلقيت واحد الخدمه في الامارات، يعني في ابو ظبي، غادي نمشي ونبقى نخدم ونصيفط لكم الفلوس. قالت لها امها يعني قالت لامها غادي نقدك ونقد حتى راسي. امها عيات فيها هي وخوالاتها، قالوا لها ياك حنا ما كنقولكش عطينا الفلوس، ياك ما طامعينش في الفلوس نتاعك، داك اللي كتخدميه كتشديه ما عمرو قلنا لك عطينا، علاش خليك هنا قريبه لنا، ملي كنتوحشوك كنشوفوك علاش غادي تبعدي علينا. مريم ما بغاتش، قالت لهم انا غادي نمشي. بغات توقف الهضره نتاعها. فعلا مريم جمعت يعني الورقات ديالها والحوايج نتاعها، وغادي يعني غادي تجيها واحد الكونطرا واحد الفندق في ابو ظبي. فعلا مريم جمعات الحوايج ديالها وغادي تمشي. اول ما وصلت لابو ظبي غادي تنزل من الطائره، غادي يتلقاها واحد السيد اللي هو الاصل ديالو مصري، اللي كانت خدامه نتاعو وسيط يعني ايضا. غادي تمشي هي وياه لواحد يعني الشقه، غادي يقول لها هنا غادي تجلسي وهذا هو السكن نتاعك. قالت له يعني فين هي الخدمه في الاوتيل كما قالت لي السيده. قال لها ما كان خدمه في اوتيل، ما كان والو، هنا غادي تجلسي وغادي يبقاو يجيو عندك يعني الناس هنا ديري لهم المساج، واللي بغاك ديري له المساج في الدار غادي تمشي معاه. هنا مريم غادي تلقى راسها في واحد العالم اخر. هنا غادي يبدي يعني كيصونيو لها ارقام، ما كاين غير هذا امير، هذا الشيخ، غير فلان وفلان، يعني غير الناس الكبار وعندهم مناصب كبيره. مريم غادي تعرف يعني راسها، وغادي يعني غادي تعرف راسها بانها يعني في واحد البلاصه اللي هي السميه تاعها المساج، ولكن كمهنه كتمتهن الدعانه. هنا مريم اول خلصه غادي تخلص غادي تتفاجئ، لان داك المبلغ ما عمرو حلمات به تشدو في نهار. وهنا مريم كل يوم يعني كل يومين ولا 3 ايام كيعيط ليها داك المصري اللي هو وسيط، كيقول لها وجدي
راسك غادي تمشي يعني عند فلان ولا غادي يجي عندك فلان. هنا مريم كتفرح بالفعل لان دوك الفلوس اللي كتشدهم راه كانت كتشدهم هي تقريبا يعني 3 شهور ولا 4 شهور ولات كتشدهم في النهار. هنا مريم غادي تبقى تمشي لاحسن صالون وكتوجد راسها وكتلبس احسن حوايج عندها وكدير احسن بارفانات واحسن مكياج، لانها غادي تتلاقى بواحد الناس اللي هما شخصيات كبار من طبقه مختلفه والطبقه اللي هي كبيره. مريم غادي تبقى على هذه الحاله لواحد المده، والفلوس اللي غادي تبقى كتدخل بقات كتجمع الفلوس اللي هي كبيره كتصيفطهم للام نتاعها. وهنا كانت كتوصي الام نتاعها كتقول لها جمعي حتى نوصلوا لواحد المبلغ اللي هو كبير باش نشريو به الدار. هنا الام نتاعها وافقت وتبعت الهضره نتاع مريم. بقات كل مره كتصيفط مبلغ اللي هو كبير غادي يوصلوا لواحد المبلغ اللي هو مهم. غادي تمشي تشري لها في يعني احسن شقه في الدار البيضاء. هنا مريم بقات خدامه حتى غادي توصل للعام. غادي يعني تسالى ليها الكونطرا والقانون اللي معروف كان يعني كان خاصها باش تجدد الكونطرا هما عندهم واحد الكشف الطبي، يعني خاصها ضروري يعني تمشي دير واحد الكونترول على الصحه ديالها كامله. مريم داكشي اللي غادي دير. هنا غادي تصدم اكبر صدمه في حياتها ملي غادي يخرجوا النتائج تاع التحاليل. غادي تلقى راسها مصابه بنقص المناعه المكتسبه اللي هو مرض السيده، الله ينجينا ونجيكم منه. هنا مريم ما تيقتش راسها، غادي تبقى كتعاود مرارا وتكرارا في التحاليل، ولكن للاسف كل مره يعني كل مره كدير تحاليل الا وكتطلع تحاليل ايجابيه. هنا السلطات ديال الامارات يعني عندهم واحد القانون ملي يعني كيعرفوا يعني شي شخص بانه مريض وماشي يعني بالبلد نتاعهم كيديروا واحد يعني سميتو التسفيره، يعني الباسبور كيتطبع ما عمرو انك تولي ترجعي لذاك البلد. بحال صحاب اوروبا ولا صحاب الخارج ملي كيديروا لهم ريفولي ما عمرو يوليو لديك يعني الدوله. هنا مريم غادي تجمع حوايجها وفلوسها وحتى الذهب اللي كان كيجيها يعني الكادويات اللي كانوا كيجيوها من الامراء والشيوخ. غادي تجمع كلشي في الفاليزه ديالها وغادي ترجع للمغرب. ملي غادي تنزل في المطار تلقى الام نتاعها كتستناها. شافتها الام نتاعها في واحد الحاله اللي صدمتها، يعني واحد الحاله اللي ما عمرو شافت بنتها فيها. حيت ما يمكنش يعني بنتي مشات يعني كي الورده ومشات فرحانه وغادي تجي مهمومه ومريضه ويعني الوجه نتاعها صفر. مريم اللي مشات اول مره غادي تطير بالفرحه، ماشي هي مريم اللي رجعات. مريم اللي رجعات يعني رجعات بواحد الورده اللي دبلات بعد ما مشات واحد الورده اللي متفتحه. هنا الام ديالها ما عجبهاش الحال، يعني ما عجبهاش الحال نهائيا ملي شافت بنتها في ديك الحاله. مريم غير سمعت راسها مريضه بمرض السيده يعني غادي تكتئب وغادي ترجع كما قلت لكم غادي تكتئب وغادي ترجع في واحد الحاله يرثى لها. ملي رجعت للمغرب فعلا غادي تلقى الام نتاعها شرات لها البارطما كما كانت قالت لها. يعني مريم غادي تبيع داك الذهب اللي جابت معاها وغادي تجمع الفلوس كلهم وديرهم في البنكه. قالت هاد الفلوس ما غاديش نبدلهم، هما باش غادي نبقى يعني نعيش ونصرف ليا وعلى امي وباش غادي نبقى نعالج راسي ايضا. يعني فكرت بانها خاصها يعني تعالج راسها. هنا غادي تمشي تعاود تحاليل باش تاكد واش يطلع ايجابي ولا سلبي. هنا غادي يصيفطوا لها ملي غادي دير التحاليل غادي تلقاهم ايضا ايجابيين، غادي يصيفطوها لواحد الجمعيه المغربيه لمحاربه السيده. هنا مريم غادي تبدل نهار على نهار، غاديه وكتضعف غاديه وكتصفر وكتخياب. ما بقاتش مريم اللي كانت آية في الجمال، كانت واحد يعني كانت واحد الفتاة اللي هي جميلة وكانت اللي كيتلاقى معها كيقول لها مالك ياك لاباس شنو عندك. هنا مريم فين غادي تزيد تأزم وتكتئب وغادي تدخل في واحد
يعني في واحد الاكتئاب اللي حاد، وغادي تبان على راسها ما تبقى كتلاقى مع حد، ان الحياه نتاعها ضاعت وشبابها ضاع. بقات كتفكر شكون اللي عداها وشكون اللي كان السبب بهذا المرض هذا، ولكن ما عرفتش، لان مريم ملي كانت في الامارات كانت يعني كتخلط مع بزاف ديال الرجال. يعني ما عرفتش شكون بالضبط اللي عداها. هنا الام ديالها عيات كتسول: ياك لاباس بنتي؟ مالك؟ شنو عندك؟ والو. مريم ما كتجاوب حتى مع شي حد، لا مع خوالاتها ولا معها، وكانت خايفه انها شي نهار غادي تعدي الام ديالها، لانها كما قلت لكم الام ديالها كانت حاسه بان بنتها عندها شي حاجه. حتى من الفلوس نتاعها سالاتهم، وباعت الدار اللي كانت شرات، يعني البارتمان اللي كانت شرات، وحتى الفلوس نتاعها سالاتهم. هنا غادي ترجع هي والام ديالها للدار ديال الجده فين داتها يعني اول مره من بعد ما تلقت بالاب ديالها. هنا خوالاتها والعائله ديالها عرفوا يعني مريم باللي عندها شي مشكل. يعني غير ما بغاتش تقول لهم. بقات هكاك عايشه لواحد المده طويله على يعني تأنيب الضمير ديالها والحياة نتاعها اللي بدلتها بين ليلة وضحى. هاد القصة هادي راها العبرة ماشي الفرجة، وأن الفلوس ديال الحرام طريقهم قصيرة، ويجي واحد النهار اللي الفلوس ديال الحرام غادي تسالى، ولكن بطريقة كارثية.